السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، طبعا ملايين الأسر المصرية شغلتها الشاغلة واللي بيشغل تفكيرها التصالح واللي تم في التصالح، لأن يمكن ما فيش حد دلوقتي ما عندوش حتة أرض أو بنى أو عيلة مثلا حبت تغير من مكان لمكان، فالناس ابتدت يعني تتوسع في الحيز العمراني. وطبعا ده يعني الناس معذورة برضو الضغط وطبعا الناس دلوقتي ما بيجيتش حد سائل عن تحديد النسل، ولا ان الواحد مثلا دلوقتي بيخلف عيل ولا اتنين ويقول كفاية. الناس لا زالت برضو منساقة نحو ان هو بيخلف ويقول لك ربنا نحن نرزقكم واياهم وبتاع. فالنهارده ما عادتش اللي عنده بيت بيستوعب العدد اللي فيه، فالناس بتضطر تلجأ مرغمة لانها تبني بيت جديد. فاصبحت التصالح وقضايا المباني القضايا اللي شاغله الرأي العام المصري كله. فالنهارده واحد بيسأل: يا أستاذ، هو طلب التصالح بيوقف قرار الإزالة ولا ما بيوقفش؟ فالنهارده أنا بقول لك قانون التصالح بيوقف كل إجراءات ضدك، يوقف السير في القضايا، ويوقف المخالفات، ويوقف الغرامات، وبيوقف قرار الإزالة. وده مش كلام مرسل، ده اللي نص عليه القانون. لا يتم البت في القضية أو المخالفة على العين إلا بعد انتهاء التصالح. طيب أنا يا أستاذ التصالح بتاعي اترفض ضمن القضايا أو الملفات اللي اترفضت، وطبعا الناس كلها عاملة هنتكلم على موضوع إن أكتر من تلتين التصالح اترفض، وده يتعمل لهم مرحلة تانية وهنتكلم عنه في فيديو مستقل تفصيلا. طب يا أستاذ المحضر التصالح بتاعي اترفض وأنا عندي قرار إزالة وأنا لسه عامل تظلم، برضه ما يقدروش ينفذوا قرار الإزالة إلا بعد ما تخلص من التظلم اللي أنت عامله. طب يا أستاذ أنا ممكن في أي وقت يجولي وينفذوا قرار الإزالة وأنا مش هقدر أمنعهم. لا، أنت تقدر تعمل إعلان للجهة الإدارية بجدية التصالح أو بنموذج 3 تحديدا، إن أنا معايا نموذج 3 ولا معايا جدية تصالح وماشي في الإجراءات، فما يجوز ليهم تنفيذ قرار الإزالة. فالنهارده إجابة سريعة على السؤال المحدد: التصالح يوقف الإزالة؟ أيوة، ويوقف كل الأعمال اللي بتتم على الشخص المتهم لحين الإنهاء من إجراءات التصالح. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة.